وانتهت المباراة بفوز نادي الهلال على نادي الاتحاد بنتيجة 4-3. طبعا للآن حاليا تارك المباراة تقريبا بالدقيقة 82، وحتى لو فزنا وحتى لو عدلنا بالدقائق اللي ظلت تبقى السلبيات لازم نذكرها وتبقى الإيجابيات لازم نذكرها بنادي الاتحاد. فخلونا نفوت نحلل هاي المباراة ونتكلم ما حدث فيها، ونتكلم عن الأخطاء، ونتكلم عن الشيء الإيجابي بنادي الاتحاد. ولكن قبل ما نفوت بأي فيديو كالعادة لازم ننوه على شغلتين. الشغلة الأولى واللي هي الأهم وهي الصلاة على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الشغلة الثانية فإنك ما تنسى تحط لايك لهذا الفيديو وتشترك بالقناة. وخلونا نفوت بالفيديو على السريع. بداية خلونا متفقين إنه نادي الاتحاد اليوم أضاع كثير من الفرص. وبصراحة أنا لما كنت أتفرج على المباراة وبالرغم من أنه كنا فايزين ب2-1 و3-1 وكنا نضيع فرص، قلت الله يسترنا، لأنه دائما القاعدة الكروية القاعدة الرياضية المشهورة اللي يضيع فرص يتسجل عليه. وحرفيا هذا ما حصل مع نادينا الاتحاد اليوم. أضاع كثير 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 من الفرص، سواء كان من حمد الله اللي أضاع كثير من الفرص بالرغم أنه سجل هدف وصنع هدف، إلا أن حمد الله أضاع كثير من الفرص. أيضا بنزيما أضاع فرص، ورومارينيو أضاع فرص، والشنقيطي أضاع فرص لما نزل كبديل بالدقائق الأخيرة. كانت النتيجة 4-3 وأتيحت له انفرادة وأضاعها الشنقيطي. وكل الخط الهجومي كان يضيع فرص. حرفيا هاي الإضاعة هي اللي دمرت نتيجة نادي الاتحاد اليوم. بصراحة هجومنا نوعا ما كان جيد إلى جيد جدا بهاي المباراة، خاصة ببداية المباراة. طبعا أنا قلت ببداية المباراة لأنه حرفيا في مشكلة ثانية بنادي الاتحاد واللي هو معدل أعمار اللعيبة. شفنا أدائهم بالشوط الأول مختلف تماما عن أدائهم بالشوط الثاني. وبنهاية المباراة ذهب المستوى اللياقي. ان عدم المستوى اللياقي لدى لاعبي الاتحاد الامر اللي خلى نادي الهلال يتقدمون على نادي الاتحاد بريمونتادا. بعد ان كانت النتيجة 3-1 لصالح نادي الاتحاد اصبحت النتيجة 4-3 لصالح نادي الهلال. ايضا المشكلة الاكبر والاجسم اللي نتكلم عنها لنادي الاتحاد بفيديوهات كثيرة وخاصة بهاي المباراة واللي هم الدفاع. دائما نقول الدفاع هذا كيف راح يواجه أندية الصندوق، وفعلا اليوم شفنا هذا الدفاع لا قبل له بصراحة لأندية الصندوق وخاصة نادي الهلال. وهذا ونيمار مو نازل ايضا بالمباراة واسمه مو موجود بقائمة نادي الهلال. لذلك يجب 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 ان تتواجد اسم سوبر ويتواجد اسم دفاعي قوي في نادي الاتحاد، لأنه بصراحة اللاعبين الحاليين المتاحين بنادي الاتحاد دفاعيا مستواهم بصراحة لا يبشر أبدا، ولا يستطيعون أنهم ينافسون على 5 بطولات راح يشارك فيها نادي الاتحاد. الأهداف بصراحة اللي تلقيناها أهداف حرام نتلقاها بأخطاء دفاعية كارثية، بصراحة كارثية. اللاعب متروفيتش قام يعطونه أريحية زيادة عن اللزوم، يسدد وينطح ويشوط بكل أريحية. أيضا الأمر اللي أثر على نادي الاتحاد خروج كورنادو. بصراحة كورنادو شوي كان محرك بالهجوم. تعرفون كورنادو مستواه اللياقي عالي، دائما ما يلعب 90 دقيقة بكل نشاط، لكن كورنادو على ما يبدو أرهق من المباراة، ازداد هبوط أداء الهجوم الاتحادي. أيضا بصراحة خطأ دفاعي ثاني، الاندفاع الاتحادي الكبير بعد الفوز بنتيجة 3-1. شفنا الأهداف اللي أتت من نادي الهلال لما كانوا بدهم يعملوا ريمونتادا، ولما كانوا قبل ما حتى يعدلون النتيجة كلها أتت من مرتدات، وكأنه نحن خسرانين 10-0. نحن كنا فايزين 3-1 وبالرغم من ذلك كنا نهاجم مرمى الهلال. ليش؟ إذا فايزين 3-1 خلونا نحافظ على هاي النتيجة ونخرج ب3 نقاط وفوز. فمع تقدم اللاعبين الاتحاديين إلى منطقة النصف الهلالية ومع انخفاض منسوب اللياقة قدروا الهلاليين انهم يستغلوا المرتدات ويسبقوا اللاعبين نادي الاتحاد ويعملوا الريمونتادا على نادينا بنتيجة 4-3. مثلا عمر هوساوي على عيني وراسي، عمر هوساوي على مشارف 40 كيف بده يصمد امام الهلال لمدة 90 دقيقة. منسوب اللياقة بصراحة منخفض جدا عند نادي الاتحاد. شاركني رأيك بهذا الأمر تحديدا تحت بالتعليقات. لكن أيضا إذا بدنا نتكلم عن الإيجابيات، إيجابيات نادي الاتحاد كانت تكمن في الخط الهجومي وفي فابينيو وكانتي يلي كالعادة ما قام يقصرون أبدا. والخط الهجومي بصراحة كان فتاك مثل ما قلت لكم بأول شوط وببداية المباراة، لكن أيضا الخط الهجومي أضاعوا كثيرا من الفرص، خاصة حمد الله بصراحة أضاع كثير من الفرص
اكتب لي رأيك تحت بالتعليقات أيضا بخصوص هذا الأمر. والله يا شباب الفوز على نادي الهلال اليوم كان سهل جدا جدا جدا، وكنا نقدر نجيبه بأسهل طريقة، لكن الأخطاء الدفاعية الكارثية كلفتنا هاي الخسارة اللي مو مستحقة أبدا أعتبرها. وأيضا أنت قام تلعب على أرضك، احنا قام نلعب على ملعب عبد الله الفيصل أرض نادي الاتحاد، ولكن الشيء الأجمل بهذا الفيديو هو هدف بنزيما اللي راح يظل تاريخي، وراح يظل هذا الهدف يعاد في سجل وتاريخ نادي الاتحاد فخرا ومجدا، واللي هو هدف الكعبي اللي حطه على بونو، وأيضا أتى الهدف من بين أقدام بونو. فبصراحة كان هدف جميل جدا. الأهداف اللي سجلها نادي الاتحاد، الهدف الأول هو رومارينيو بصناعة حمد الله، وبصراحة كانت صناعة جميلة جدا، بس لو مو حمد الله ضيع كثير فرص. أما الهدف الثاني فهو الهدف التاريخي على نادي الهلال، هدف بنزيما، والهدف الثالث كان بتوقيع حمد الله. وعلى سيرة مسجلي الأهداف يا شباب، أنتم لاحظتم أنه حمد الله ورومارينيو بنهاية الدقائق، حتى مو بنهاية الدقائق، تقريبا قبل ثلث ساعة نص ساعة من المباراة ما عاد نشوفهم خالص. فخلاصة هذا الفيديو، نحتاج إلى مدافع فتاك، نحتاج إلى مدافع سوبر، نحتاج إلى مدافع عالمي يا إدارة، جيبوا لنا إياه مشان يكون وضع الاتحاد مستقر هجوميا ودفاعيا وفي خط الوسط وفي خط الحراسة. لأنه بصراحة ضياع خط الدفاع قام يضيع على كل الخطوط، قام يضيع مجهود الهجوم والوسط والحراسة. هذا كان رأيي، اكتب لي رأيك تحت بالتعليقات بخصوص هذه المباراة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد.